بالنسبة للمسام الواسعة، في الأول بنحتاج إن إحنا نعرف سببها إيه. هل هي نتيجة لزيادة إفراز الدهون باستمرار إفراز الدهون مش متحكمين فيها أو مش متعاملين معاها صح، ولا مع مرور السن وتعرض لأشعة الشمس وتكسير الكولاجين والإلاستين ابتدت تظهر المسام دي بشكل أوسع، ولا السببين موجودين مع بعض؟ وده طبعا بنشوفه في حالات كتيرة. كل ده هيفرق معايا في رقم واحد في التعامل معاه، وهو إن أنا أظبط الروتين المناسب للحالة. لازم أستخدم روتين مناسب، وأحيانا كمان بنلجأ لأقراص بالذات في الحالات اللي فيها زيادة جامدة قوي في إفراز الدهون. بعد كده بيجي دور للجلسات، ومن أشهر الحاجات والجميلة قوي اللي ممكن تتعمل كل فترة جلسات الميزوبوتوكس. الميزوبوتوكس بيحسن شكل المسام، بيقلل افراز الدهون، بيخلي الجلد شكله مشدود شايني، بيديله منظر اجمل بكتير. ممكن كمان ان احنا نعمل حاجات زي جلسات الفراكشنال ليزر والديرما بين مع انواع معينه من الميزوثيرابي، دي كمان بتحسن شكل المسام مع الانتظام عليها.